ومساكم الله بالخير والسرور. وصفتنا اليوم لذيذة جدا وصحية بنفس الوقت. راح أسوي معكم دجاج بالزعتر مع الخضار المشوي. عندي هنا صدور دجاج مرققتها، دقتها دق، شايفين شلون؟ وعصير ليمونة، ملعقتين خل، زعتر بري طحنته كذا يعني بحيث انه يكون ناعم، وبابريكا وثوم بودرة وملح وفلفل أبيض، فصين إلى 3 فصوص ثوم. بالنسبة للخضار انتي حرة بالخضار اللي راح تضيفينها. انا راح اضيف بصل، فلفل ملون، بيبي بوتيتو وجزر. راح اتبلها مع الدجاج عشان تاخذ طعم التتبيلة. وطبعا راح اضيف زيت زيتون، بس ما راح اضيفه الا قبل الشوي عشان ما ابي يصير كذا كطبقة عازلة عن التتبيلة. ابي الدجاج والخضار ياخذ طعم التتبيلة. وعندي هنا زعتر طازج راح اضيفه، اذا مو موجود عندكم عادي اكتفوا بالزعتر البري او الاوريجانو المجفف. يلا نضيف كل المكونات ونخلطها مع بعض عشان نتبل الدجاج والخضار فيه. نصب التتبيلة ونمسج الدجاج تمسيج زين عشان ياخذ طعم التتبيلة. راح نضيف الخضار معاها عشان تاخذ النكهة برضو. بالنسبة للبطاطس لو تلاحظون شوفوا كذا أنا مشرحتها شوي بالسكينة كذا، يعني غاز السكين فيه غاز عشان تدخل التتبيلة فيه. وقلبوها زين بالتتبيلة. زي ما قلت لكم زيت الزيتون راح نضيفه قبل الشوي عشان تطري لي الخضار وتطري لي الدجاج. ما حبيت زي ما قلت لكم اني احط الزيت في البداية علشان ما يعزل التتبيلة، ابي الخضار تكتسب الطعم هي والدجاج. بخليها اقل شيء ساعة ويفضل ليلة كاملة. كذا الدجاج التبل بخليه زي ما قلت لكم اقل شيء ساعة ويفضل ليلة كاملة، وهذا راح ينفع الموظفات كثير انه يكون تجهيز مسبق. يعني ممكن تغطونه وتخلونه في الثلاجة لين ثاني يوم. الحين بعد ما تبلت الدجاج والخضار راح اضيف زيت الزيتون واقلبه مع بعض عشان نبدأ نشوي. وضفت للتتبيلة شفتوا الزعتر العادي اللي هو زي هذا، طحنته وضفته للتتبيلة برضو يعطي نكهة لذيذة. وشفتوا قالب الكيك اللي جاء مع الشواية بستفيد منه وراح أضيف الخضار فيه. راح أحط البطاطس والفلفل والبصل والجزر وبصب عليه من صوص التتبيلة عشان برضو يكتسب الطعم. مر مر مر. أيوة. صفيت الخضار الحين بقالب الكيك اللي جاء معاه وححط الشبك فوقه، ونحط صدر الدجاج نفرشه. ايوه عشان ينشوي. صفيت الخضار زي ما قلت لكم بالصينيه وحطيت على الشبك الدجاج. الحين بسخن الشوايه 3 دقايق وبعدين راح ندخل الدجاج. ممكن تسوون صوص كريمة مع الزعتر المطحون هذا وتضيفونه للدجاج بعد ما ينشوي، أو إذا تبونه صحي مرة بدون كريمة. بعد ما سخنت القلاية حطيت الحين الصينية بقفلها وأخليها على درجة حرارة 180 وأخليها تقريبا 10 دقايق وأشيك بعدها. خليتها على 180 و10 دقايق ونقول بسم الله ونشيك بعدها نشوف. حطيت قطعة زبدة صغيرة وحطيت الزعتر. الحين بحط الكريمة. هذا اللي يبيها بصوص، ممكن تخلونها بدون صوص وتخلون الكريمة لين ما شوي تثقل وتسخن وتتقدم، ممكن على جنب أو أنكم تصبونها عليها. بعد مرور تقريبا 7 دقايق بدت قربت تستوي، فحقلبها على الوجه الثاني. تعرفون الصدور ما تاخذ وقت. بعد مرور 12 دقيقة طلعت الدجاج تقريبا استوى، بس الخضار هو اللي باقي له شوي. ذقت الدجاج هنا قطعة التتبيلة أليمة. الدجاج استوى تقريبا، بس إذا حبيتوا أنكم تحمرونه شوي فرجعوه قبل لا يستوي الخضار بشوي، وهذا اللي بسويه. الخضار يبيله 10 دقايق وخلاص. وهذا الدجاج بالزعتر مع الخضار المشوي وخلص. وهذا صوص كريمة الزعتر. إذا حبيتوا أنكم تاكلونها كذا بدون الصوص أو تضيفون له الصوص. كل الشغلة ما أخذت تقريبا ولا 20 دقيقة، سواء كان الدجاج أو الخضار، وبالعافية. أنا بصراحة بحط عليها صوص الكريمة.
أتلذذ بكريمة الزعتر.